روائي وأديب سكنته الحرية، فعبر عنها بصوت عالي وبمفردات صريحة تحاكي الواقع في مساحته السطحية المضاءة، وفي أعماقه المظلمة يتلمس ما لا يقال في حالة إبداعية مدهشة. ضيفنا اليوم الروائي المميز الذي سير أغوار العالمية، عبد العزيز بركة ساكن. هلا أستاذ، كيفك؟ تمام؟ الحمد لله. كيفك؟ تمام؟ تفضل. كيف الصحة؟ مرحبا. تسلم والله. القميص ذاته ماكل منك حتة. تفضل تفضل. كيف؟ مرحب بك على قناة الحرة. أكب لك جبنة، جبنتك سادة مش؟ اوكي ماشي. أستاذ بركة، مرحب بك في برنامج اليوم وفي قناة الحرة. اهلا وسهلا، وشكرا لكم على الاستضافه وشكرا لقناه الحره. وشكرا لك شخصيا برضه للمبادره يعني. تسلم كثيرا. الحرية تسكنك وأنت تنطلق منها في كل تفاصيل حياتك، من المفردات إلى الحالة الوجدانية. ما مصدر هذه الحرية؟ طبعا الحريه هي قيمه انسانيه كبيره جدا، وقيمه جماليه. ومصدر الحريه يعني او الاهتمام بحريتي هو مصدر الاهتمام بحياتي، الاهتمام بحقوق الآخرين برضو، الاهتمام بمشروعي الأدبي. يعني محتاج لحرية كبيرة جدا جدا. وحاليا لو نظرت يعني شفت المشاكل اللي حصلت لي من ناحية المنع إلى آخره، هي عبارة عن إشكاليات فيما يخص الحرية، الحريات الشخصية، حرية الكتابة، حرية التعبير إلى آخره. فبالتالي أنا بعتبر حرية يعني توفر حرية دعم لمشروعي، وعدم توفره هو تحطيم، عدم توفرها احيانا هو تحطيم لمساله الحريه. نعم. متى تلجم حريتك، أو بعبارة أخرى ما هي الدواعي التي تجعل حريتك تتراجع؟ تتوقف حريتي تماما عندما تبدا حريه الاخر. هنا فول ستوب. وزي ما يقول جان بول سارتر انه الحريه هي الالتزام. بالتالي انا التزم بحريتي، ده جزء من الحريه نفسها، الالتزام. التزام اخلاقيا، اجتماعيا، سياسيا، يعني ده جزء من الحريه نفسها. يعني الحريه لا تعني الفوضى دائما، ولا يعني اطلاقا لا تعني الفوضى. فالحريه تقف عندما تبدا حريه الاخر في ان يكون حرا. نعم. أين يجد بركة ساكن نفسه بين الواقع والخيال في أحداث الروايات عامة؟ الأعمال الفنية هي عمل في الخيال بأدوات. مثلا الكتاب الروائية هي عمل في الخيال لكن بأدوات سردية. الفن التشكيلي برضو عمل في الخيال لكن بأدوات أخرى، كذلك المسرح إلى آخره. يعني وهو يعني كل ما ليس هو خيالي لا ينفع في الفن. يعني الفن شيء اساسي في الحياه، صح احيانا يعتمد الزول على الواقع وكذا، لكن عمليه تحويل الواقع للخيال او عمل الخيال نفسه في الواقع. فبالتالي هم يعني احيانا يتقاطعوا واحيانا يتوادوا، لكن الشكل الاساسي للعمل الفني هو الخيال. اجد نفسي في الخيال. أنت صاحب قلم، وهذا يعني أنك صاحب قضية، فما أولوياتك في هذا المجال؟ والله حاليا أولويات قضيتي بشكل أساسي وهمي اليومي هو هم وطني، هو هم السودان وهم المواطنين. المشاكل الاجتماعية والسياسية والثقافية الموجودة داخل البلد، والقتل والدمار الموجود أيضا. و ودي حاجات محتاجة لحل، محتاجة لحلول ليست وقتية أعلم ذلك، لكن لمشروعات. لأنه إذا أردنا أن تقوم ثورة في السودان مثلا، الثورة ليست عمل فجائي. الثورة دائما عمل مرتب ومنظم
وياخذ فتره ومحتاج لعمل في الكتابه. يعني احنا من خلال، اظن انه من خلال رواياتي برضه، من خلال روايه الاخرين، من خلال الشعر، من خلال الموسيقى، من خلال العمل النقابي المنظم، من خلال العمل الحزبي المنظم لكثير من الناس، ولفتره طويله تبدا تنضج الثوره. فاهم الان هو هم الثوره، ممكن تحدث بكره او بعد بكره او بعد 20 سنه، لكن لا محاله ان قائمه هذه الثوره. آه لا لا حل للسودان، يعني لا مخرج من الأخوان المسلمين. وكل الفساد الإداري والاجتماعي والسياسي القائم الآن في السودان إلا بالثورة، والناس لا تستعجل للثورة. صح تبدأ من اليوم، لكن بنفس طويل، وفي يوم من الأيام حتتحقق. فهذا هو هم. عناوين رواياتك جذابة بشكل مدهش، فمثلا نجد أن هنالك جنجو مسامير الأرض، مسيح دارفور، والعديد منها. في هذه الحالة ما هي مضمار الأدب أو الأدب وكيف تصفها؟ طبعا العنوان هو حاليا في الدراسات النقدية ظهر ما يسمى باستراتيجية العنوان. يعني دي استراتيجية وعمل، يعني لا يقل من العمل السردي في الرواية كلها. يعني العنوان، فأنت إما أن تنجح إما أن تفشل، وأحيانا تفشل الرواية أو يفشل العمل تماما من العنوان، لأنه هو جزء من السرد، جزء من بنية السرد، يعني جزء من العمل الأدبي نفسه والروائي، جزء من شغلك أنت الفني. فبالتالي العنوان نختاره بشكل دقيق جدا، أحيانا قبل الرواية، قبل ما أكتبها، أحيانا بعد الرواية، لكن لا يعني أن العنوان عندي ثابت، يتحول لحد إلى أن تطبع الرواية، يثبت العنوان بعد ذلك. أما هو في عمل دائما، يعني داير في ذهني العنوان، وأضع هذا العنوان، أغيره، أعمل عنوان غيره، وكده إلى أن نستقر على عنوان واحد أو أخير. فبالتالي ليست عملية سهلة، عملية متعبة جدا ومكلفة برضه. نجد أن بعض رواياتك تتحدث عن الشياطين، فما هي علاقتك بالشياطين؟ علاقتي بالشياطين هي علاقة يومية. فالشيطان يعني جزء من الشخصية الدرامية والشعبية في مجتمع. يعني أنا أؤمن بالشيطان أم لا أؤمن به، دي أصلا دي ما قضية، بقدر ما القضية هو في وجود هذا الكائن الجميل جدا، الكائن المدهش، يعني الكائن اللي ممكن يكون سبب لكل الخير وسبب لكل الشر. وجوده في ذهن الاشخاص، في المخيله الشعبيه، هذا هو المهم. فبالتالي التعامل مع الشيطان تعامل جمالي بحت، تعامل جمالي، هو جزء من المكون السردي والانساني والقيمي في مجتمعي. فبالتالي انا احتفي به دائما واحبه برضه. الإنسان السوداني في وجدانكم يتشكل بكل فئاته، أي من هذه الفئات الأكثر إلهاما لبركة؟ والله كل يعني الإنسان بشكل عام، الإنسان بكل تحولاته، يعني بغضبه، بفرحه، لما يكون فرحان، لما يكون سعيد، يعني لما يكون شراني، لما يكون مسالم، لما يكون نبيل. يعني برضو الإنسان في حالة إنه يعني في حالة دناءته الروحية، برضه هو بالنسبة لي قيمة مهمة جدا جدا إنه في التعامل معه، يعني مشروع الإنسان. فبالتالي ليست فئة معينة، كل الفئات يعني تصلح إنها تكون جزء من اهتمامي. أستاذ بركة، علمنا من مصادرنا صمت حوار بينكم وبين أحد كتاب السيناريو في أمريكا حول إحدى رواياتك أو تحويلها إلى فيلم سينمائي، هل نتوقع ذلك قريبا؟
والله هي في الحقيقة يعني اشتغل على الرواية شخصان. واحد شاب سوداني هو المؤلف، فيلم، يعني هو عدى وألف القصة إلى آخره. الرقص على إيقاع الأنتينوف حجوج، وهو برضه بيعمل في هذا النص. وكاتب مصري وكاتب سيناريو اسمه هشام أبو المكارم، وهو ناشر وقانوني، لكن من الناس المهتمين جدا بكتابة السيناريو وصناعة الأفلام. فديل هما الشخصان حاليا المهتمان بهذا العمل. هل نتوقع أي عمل سينمائي من رواياتك قريبا؟ والله أنا أتوقع وأحب ذلك، لكن طبعا ده مجال تاني، وفي جماعة يعني اهتمام آخرين، يعني في ناس يعني غيري أنا. لكن أتمنى إنه المشروعات دي تنجح، ويعرض فيلم مسيح دارفور في يوم من الأيام في السينما، وأكون من المتفرجين. إن شاء الله إن شاء الله. كلمة أخيرة لجمهورك عبر قناة الحرة في برنامج اليوم. طبعا يعني دي فرصة جميلة جدا إنه الزول يتكلم مع جمهوره في السودان، الجمهور الثائر الآن، والجمهور المعرض للقمع من الأدوات، من أدوات السلطة في السودان، أدوات القمع بقيادة الأخوان المسلمين. ومن هذه القناة يعني أنا أعلن تضامني التام مع الشعب، وأقول لقادة المؤتمر الوطني إنه النصر جاي، وبلا هروب. يعني سيحاكموا، القاتل سيقتل طبعا وفق العدل، والسارق سيسجن أو كما يقول القانون في حالته يعني. وكل من باع مال الشعب وباع ثرواته إلى آخره وأجحف في حقوق الناس سيعاقب. وانتظروا يومكم يعني. الروائي والأديب السوداني عبد العزيز بركة ساكن، كنت ضيفا عزيزا جدا على برنامج اليوم على قناة الحرة. شكرا لك. شكرا جزيلا لقناة الحرة إنها أتاحت لي الفرصة دي، يعني أنا سعيد جدا بها. نعم. مشاهدينا في كل مكان، إلى أن نلتقي مرة أخرى، مع السلامة. شكرا جزيلا. شكرا لك. تفضل تفضل.